شيخ أبو محمد. السلام عليكم، حياكم الله شيخ. شيخ أبو محمد شلونكم؟ مالكم؟ الله يحفظكم. تفضلوا مولاي. الصوت يمكم جيد؟ إن شاء الله جيد. حياكم الله يا شيخ. شيخ رواية تقول لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ إن شاء الله صحيح. الله أكبر، حياكم الله يا شيخ. طيب يا شيخ، بين عيسى نبي الله ورسول الله من الإمام المعصوم؟ مولاي الأرض لا تخلو عن حجة. إيه، من الحجة بين عيسى والرسول؟ مرات الحجج مذكورين ومرات ما مذكورين مولاي. كثير من آدم آدم كم نبي؟ إيه، كم نبي كم إمام، إحنا ما ندري أنه أكو ذكرهم القرآن الكريم وأكو ما ذكرهم. إيه. طيب أيام الديناصورات يا شيخ أبو محمد؟ حبيبي الغالي. حياكم الله. ما فائدة البحث في هذا الموضوع؟ إيه، حتى نعرف أن هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ هل أنت مسلم أم لا؟ بلا شك، ولله الحمد والمنة. وعلى أي مذهب إن شاء الله؟ سني. نتشرف إن شاء الله. ولنا الشرف. نتشرف إن شاء الله. أنا في هسه مشغول إن شاء الله، وليس في مقام البحث بهكذا أمور. رحم الله والديك. يعني البحث يعني جيد يا شيخ. هو أنت يجب أن يكون عندك جواب بما أنك معمم وشيخ يعني. هسه مو بالضرورة كل معمم عنده جواب لهكذا أمور. هذا أصل من أصول الدين يعني. لو ما في حجة لسخط الأرض يا شيخ أبو محمد. إذا كان ما في حجة. نعم، نحن كطائفة شيعية نؤمن بهذا الحديث. طيب ما هو الدليل عليه يعني يا شيخ؟ نعتقد أن قوام هذه الأرض وجود إمام معصوم. هسه أني في هذا الزمان عندي إمام. هسه ما لنا علاقة في زمان في الأزمنة السابقة، ما لنا علاقة فيه. كيف يا شيخ؟ لكن إذا كان ما لك علاقة كيف تثبت الشيء وتنفيه في نفس الوقت؟ يعني تقول أن اليوم في إمام وفي الأزمان السابقة. طيب الله يحفظك، أنا لن أنفي شيئا، ولكن المشكلة أنه أنا عقيدتي أنه وجود إمام في زماني. والأزمان الأولى. طيب عندنا أحاديث متفقين عليها في كتبكم وفي كتبنا. طيب يا شيخ الله يبارك فيك، لحظة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لحظة. شوف الحديث يا شيخ. صحيح مسلم. يا شيخ شوف الحديث. لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. يعني الأرض لابد لها في كل زمان من إمام. طيب واقع الحال يقول لك يا شيخ أبو محمد أن أيام الديناصورات من الإمام؟ طيب ما لي علاقة بذاك الإمام. كيف يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ أنا علي في زماني. ولا ما هذا واقع الحال يعني. أنت يعني هذا الواقع الحال يرد هذه الرواية يا شيخ. لكي أثبت يعني أنا أثبت الحاضر الموجود أنه إحنا عندنا كتبنا. إحنا مسلمين ما لنا علاقة بالديناصورات يا مولاي أعزكم الله. طيب جميل يا شيخ. أنا وأنت متفقين أنهم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صحيح؟ جميل. نتفق على هذا. نبي الله عيسى ماذا يقول في كتابه يا شيخ أبو محمد؟ مولاي أعزكم الله، احنا متفقين على أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ لا لسنا متفقين يا شيخ. ليش؟ أنا في كتبكم مولاي. أجيبك يا شيخ عيسى رسول الله عيسى عليه السلام ماذا يقول في كتاب الله؟ يقول كنت أنت الرقيب عليهم يا شيخ. خليني خادم لك يا شيخ. الله يبارك فيك. لحظة بس. أنا أتشرف بخدمة. لا والله شرف. لكن لحظة فقط يا شيخ. الله يبارك فيك حتى تفهم المسألة جيد يا شيخ. جميل. عيسى عليه السلام يقول في كتاب الله جل وعلا يقول كنت أنت الرقيب عليهم لما رفع. يقول كنت أنت الرقيب عليهم، يعني أنت الذي تحفظهم يا الله. يعني ما في حجة. إذا كان في حجة لما قال كنت أنت الرقيب عليهم. لا مولاي، الله رقيب علينا وعلى الحجة اللي علينا. طيب لماذا لما رفع عيسى قال كنت أنت الرقيب عليهم؟ جل تقدس أسماء يكون رقيب على عيسى، يعني في زمن عيسى وفي زمن النبي محمد الله رقيب علينا مولاي. جميل. إذا ما معنى قول عيسى؟ الله هو الرقيب. ما معنى قول عيسى عليه السلام؟ مولاي مات
يعني هو شوف، احنا بعقائدنا الشيعية ان كل رسول الى 12 واحد، كل رسول الى 12 واحد يخلفونه. إيه؟ فهذول 12 واحد هسه مرات احنا نعرف اسمائهم، ومرات لجهلنا ما نعرف اسمائهم. إيه؟ احنا هم ما واجب علينا ان نبحث في انصار الحواريون عيسى، من انصاري الى الله، وقال الحواريون نحن انصارك الى الله. وبالحواريون عنده 12، عيسى 12 حواري، موسى عنده 12 اسباط. إيه جميل جميل جميل. لكن يا شيخ يا شيخ أبو محمد الواقع يقول ماذا؟ أن لكل نبي وصي تكذبها قضية لوط، فلوط ليس له وصي أبدا. يا هو لوط نبي الله لوط لم يكن له وصي أبدا. مو أنه معنى الوصي أنه إلا من ذريته. إيه ما عنده لا ذريته ولا غير ذريته، ما عنده أبدا يعني. هسه هذا مولاي إثبات هذا في هذا الزمان ما ينفع. إيه كيف ما ينفع؟ هذا من أصول الدين الاثنى عشر يا شيخ أبو محمد، من أصول الدين يا شيخ. يا شيخ أنت يعني إن لما أنا أسألك سؤال كيف مثل هذا يا شيخ أبو محمد من أصول الدين يا شيخ أبو محمد، فهمت علي؟ أي هذا من أصول الدين يا شيخ أبو محمد. فأنا ثابت عندي وجود إمام في هذا الزمان. كيف تثبتها؟ كيف تثبت؟ كيف تثبت أن عندنا حديث من مات ولم يعرف مولاي. عندنا احنا الطائفة الشيعية 12 إمام. إيه جميل. إيه أحسنتم. دول 12 إمام موجودين مولاي. إيه وين؟ يعني موجودين مولاي في كتبكم؟ لا الآن هي ما هي مهمة الإمام؟ هي إنه يحفظ الدين ويبين القرآن الكريم صحيح ويفسره صحيح؟ أحسنتم. إيه الآن المهدي هل هو يبين الدين يا شيخ؟ هل هو يفسر لنا القرآن الآن؟ أحسنتم. المهدي عجل الله فرجه يبين الدين عن طريق وكلاء الموجودين. من هم؟ مثلا هسه احنا عندنا، أنتم في أي دولة مولاي أعزكم الله؟ ليبيا. أحسنتم جزاكم الله. احنا تعرضنا لهجمة داعش. مو صحيح ولا لا؟ إيه؟ العراق تعرض لهجمة داعش بلا شك. احتاج الدين والمذهب إلى فتوى صريحة. مو صح ولا لا؟ من السيستاني. أحسنتم. إيه ولكن السيستاني غير معصوم. السيستاني غير معصوم يا شيخ. هذه الفتوى مسددة من السماء. إيه لكن الشيخ السيد السيستاني غير معصوم. إيه مش معصوم السيد السيستاني. وكلاء الإمام المهدي مو بالضرورة أن يكون معصوم. إيه الآن المهدي ماذا؟ الآن المهدي إيه جميل يا شيخ أبو محمود، جميل يا شيخ محمود. ولكن هنا كسرت القاعدة التي تقول أن لابد للناس من إمام معصوم. إذا الإمام معصوم وكل أناسا غير معصومين. مو بالضرورة مولاي يوكل غير معصومين. يعني أنا مثلا وكيل أحد المراجع، خباني مو مرجع. هي جميل، هذا بينك وبين المرجع، لكن القاعدة تقول أن لا بد للناس من إمام معصوم. بين المرجع والإمام مولاي، بين المرجع والإمام عادي، يعني عادي الإمام يوكل. الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام كان يوكل ناس عاديين. جميل. إذا ما يشترط أن يكون فيه إمام معصوم. إذا كان كذلك ما يشترط أن يكون فيه إمام. ما عندنا حاجة به الإمام المعصوم أساسا، نحن ما نريده الآن، ما نحتاجه أساسا. لا هو يسدد مولاي. كيف يسدد؟ كيف يسدد يعني؟ لماذا هو لا يخرج؟ لماذا هو لا يخرج ويفسر لنا القرآن الكريم؟ مولاي لا، هناك علل القرآن، علل الإلهية. ما هي العلل؟ رب العالمين. ما هي العلل؟ انت يا شيخ ابو محمد يعني انت تتقول على الله يعني؟ ايه انت تتقول على الله يعني؟ اين من قال ان في علل وفي شيء؟ من قال هذا؟ آيات القرآن لو تصفحت القرآن ما فيه 12 يا شيخ. القرآن ما فيه لا 12 ولا مهدي ولا شيء. شلون ما بي 12 مولاي؟ شلون؟ وين؟
هاي رادله قاعده انا وياك مولاي حبيبي الغالي الله يحفظك. ايه هاي رادله قاعده طويله جدا يعني اثبت لك اصلا القران فيه تبيان لكل شيء. الله اكبر. طيب اين الائمه الاثنى عشر في القران الكريم؟ اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله هذه آية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه آية أم حديث؟ ها؟ هذه حديث أم آية؟ هذا حديث مولاي حديث. طيب حديث. الثقلين الآن الثقلين لن يفترقا يا شيخ، لن يفترقا. الآن واقع الحال يقول ماذا؟ أنهم افترقا. لا لم يفترقا مولاي. وين المهدي؟ بالكذب لرسول الله. المهدي وين؟ مولاي بس خلنا اخدمك. انت انا اعتز بكلامك، كلامك منطقي وكلش يعني علمي كلامك علمي. حياكم الله شيخ. انا احب ان اتكلم معك حقيقه كلامك علمي. إيه؟ انه تقول لي افترقا في الظاهر مفترقان ان لجهلنا ان مفترقات بس لا يفترقان. كيف يعني؟ هو ما هو المصداق؟ هو يا شيخ ابو محمد، شيخ ابو محمد، ما هو المصداق؟ فننسب ما يا شيخ ابو محمد، خليني اخدمك يا شيخ ابو محمد. الآن ما هو المصداق الذي نقدر أن نطبقه لكلمة لن يفترقا؟ هو مصداق واحد، وأن المعصوم هو الذي يفسر القرآن ويبينه جيد. الآن واقع الحال ماذا يا أبو محمد، يا شيخ أبو محمد؟ أن المعصوم غير موجود حتى يبين لنا القرآن ويفسره. إذن الحديث واقع الحال الذي نعيشه الآن، يعني ليس كلامي ولا كلامك، هو أن يقول أن الحديث أساسا باطل. ونقطة أخرى يا شيخ أبو محمد، أنه يقول لن تضلوا أبدا لأن تمسكتم بالكتاب والعظة، ولكن الواقع الحال يقول أن الاثنى عشرية الآن في ضلال، لأنهم يكفرون بعض. الإخبارية يكفرون الأصولية يكفرون الإخبارية، المدرسة التفكيكية تكفر المدرسة الشيرازية، المدرسة الشيرازية تكفر المدرسة الحيدرية، وهكذا. لا هذه معلومات غير صحيحة. كيف يا شيخ؟ إذا كان أنت يكون في معلوماتك أن الأصوليين يا شيخ ليس بينها مولاي بس إن افترقت الآراء لا يعني تكفير. هذا تكفير. أنا هسه أنا مولاي هسه أنا تناقشت وياك وراح احتمال ما نوصل لنتيجة، بس هل أستطيع أن أكفرك؟ لا ما أتكلم عن نقاش. أنا ما أتكلم عن نقاش، أنا أتكلم عن تكفير وقتال حصل. يعني المدرسة الإخبارية تقاتلت وكفرت، وصلت الدرجة يا شيخ أبو محمد، وصلت الدرجة بهم أن الأصولي لما يأتي يريد أن يمسك كتاب الإخبارية يمسكه مش مباشرة، يعني يتنجس عندما يمسك كتاب إخباري. لا كلامك صحيح، بس هاي فترة من فترات عنه فترة حتى يومنا هذا الحرب قائمة حتى يومنا هذا. لكل طائفة لها محن مولاي. إذا أنزلك الطائفة الشيعية. جميل يعني كما لنا محن، كما أنتم عندكم محن، إحنا عندنا محن مولاي وعندنا مختلف. بالله عليك يا شيخ أبو محمد، بالله عليك يا شيخ أبو محمد، الشيخ أبو محمد، بالله عليك الآن كلمة لن تضلوا أي أنكم ستمشون في طريق مستقيم. الآن في زمن الصادق لو تمسكنا جميل خواص الصادق جعفر الصادق عليه السلام، خواصه اللي هم من أخص خواص أصحابه عندما توفى الصادق لا ظلوا خرجوا ضلالا. إذا وين العترة اللي يتمسكوا بها إذا كان هم خواص الصادق خرجوا ضلالا؟ احنا مو معنى أنه بس خلنا خدمك مولاي، أنا إذا أريد أثبت أن الله موجود مو أجل لبعض الملاحدة اللي يقولون عدم وجود الله، يعني معناه دول يقرون بأن عدم وجود الله ويقول الله ما موجود. لا مولاي لا مو هذا النقاش. لا يا حبيبي، ما هو يا شيخ الله عرفوه بالعقل، الله جل وعلا عرفوه بالعقل. أنا مرة أنسب الكذب إلى رسول الله بواسطة هذا الحديث، ومرة لا ألقى أصحاب أئمة هم منحرفون. لا مولا هذا مو شيخ الله يبارك فيك. شيخ هشام بن سالم هذا منحرف. هسه هذا مولا احنا ما لنا علاقة بالأسماء. ما هو أنت قلت منحرفين، هذا من خواص الصادق. هذا من خواص الصادق في كتب الرجال اللي عندنا وعندكم. يلا نثبت. هذا صعب إثبات أنه هذا هشام بن سالم، بس احنا عندنا صحيح، كلامك صحيح حبيبي الغالي، انا ما نافي، بس مو دليل على انه اذا تمسكنا احنا ما نوصل. لا
لا النقطة أنت ما فهمت يا شيخنا الله يبارك فيك، أنت ما فهمت الفكرة. يعني إذا كان لا أنا الفكرة فاهمها، وكلامك أنا قلت لك أنه كلامك منطقي، بس كلامك أنت تأخذ على صغريات الأمور، على المصاديق. إذا انحرفت المصاديق مو بالضرورة أنهم تنحرف الأفكار. محمد الحنفية يا شيخ، محمد الحنفية يا شيخ، تعرفوا محمد الحنفية؟ إيه جميل. لو كان فيه نص صريح وواضح على الاثنى عشرية، جميل، لما طلب الإمامة لقال لعلي بن الحسين أنا أولى بها. إذا كان يعني قال أنا أولى بها للحفاظ على الإمامة مولاي. جميل. إذا وطلب الإمامة كفر لمن لا يستحقها، طلب الإمامة كفر لمن يستحقها. لا 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 يا حب، صحيح كلامه، هذا الظاهر في التاريخ. إيه؟ بس الباطن محمد بن الحنفية لم يدعي الإمامة مولاي. كيف قال لا؟ كيف يا شيخ؟ كيف يا شيخ في الكافي الكليني بطريقين صحيحين؟ احسنتم، بس هذا له تأويل عندنا حبيبي. تأويل ايش؟ للحفاظ على علي السجاد. انت كيف تأويل؟ للحفاظ على علي السجاد. كيف حفاظ عليه يعني؟ من القتل مولاي. ما فهمت يعني كيف قتل؟ يعني هو اساسا علي بن الحسين هو كان في قبضة الحكومة اساسا. كانوا شديدين يعني لو انه ما صارت هذه الدعوة لقتل الإمام. شيخ أبو محمد يعني علي بن حسين كان عند يزيد، يعني لو كان يريد يقتل لقتله وانتهى المسألة، لكن ما قتله. إذا ما الحجة في هذا الكلام يعني؟ لا مولاي، لا الحجة بالغة حبيبي بالغة. كانوا الظلام، كانوا دولة الظالمين لا تتورع في قتل الإمام. انت قريت الرواية يا ابو شيخ ابو محمد، انت قريت الرواية؟ هسه وين قريت؟ جميل. انا اعطيك فائدة. المسألة ان الشيخ الامام محمد الحنفية طلب الامامة، ثم لما جاء الى علي بن الحسين قال وانا صنو ابيك، انا عمك يعني وانا اولى بها، فقال خلينا نحتكم الى الحجر الاسود. وذهبوا امام الناس احتكموا على الحجر الاسود، فنطق الحجر الاسود وقال الامامة هي اولى بها علي بن الحسين. إذا الحجر الأسود بين إذا يا شيخ ما لها علاقة أن بإغماض العين على علي بن الحسين، لا، أثبتت الرواية، أثبتت. حبيبي الغالي، أنت تعرف هذه الأمور، وما أدري أنه يعني أنت معلوماتك جدا دقيقة. هذا الحديث أنه أتى هذا كان مو بالي متحضر أنه الكلام معكم، ولكن أنتم ذكرتموني. هذا يريد أن مرات إياك أعني واسمع يا جارة. كيف يا شيخ؟ هذا عندنا قاعدة أنه إياك أعني واسمع يا جارة. مرات أنا أخاطب الناس أريد شيء من خطابي. الرواية يا شيخ أبو محمد، يا شيخ أبو محمد يريد أن يعلم في هذه الواقع، يريد أن يقول للناس يا شيخ أبو محمد، يا شيخ أبو محمد، أنت تعرف بس بطريقة غير مباشرة علي بن زيد تعرفه؟ إمام جميل الشهيد. جميل. هذا كان في نقاش مع أحد أتباع الباقر. مولاي بس خلنا أكون خادم لك. إذا تفرع النقاش إلى مواضيع عديدة فلن نصل إلى نتيجة. جميل ما في أي مشكلة. يعني أنا لا زلت يعني متمسك بنقطة لو ساخت الأرض، يعني لو كان ما في إمام لساخت الأرض. يعني أنا أريد أن أفهم يا شيخ، يعني هذا من حقي أن أريد أن أفهم. يعني من هو الإمام أيام الديناصورات يا شيخ؟ من هو الإمام أيام الديناصورات؟ أريد أن أفهم. خلنا أخدمك. عندنا قاعدة تسمى قاعدة اللطف. قاعدة أصولية. قاعدة إن الله لطيف خبير بالعباد. كويس. الله يلطف بالعباد لو لا؟ بلا شك. أحسنتم. حينما الله سبحانه وتعالى أنزل علينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ عليه الصلاة والسلام، صحيح. أحسنتم. هذا لطف لو لا؟ بلا شك. أحسنتم. احنا نعيف الأدلة الروائية اللي نختلف عليها احنا وانتم، نعيف الأحاديث نعيفها، نركنها على جهة. هل يعقل أن الله يترك عباده بدون موجه بعد النبي؟ أجيبك يا شيخ بارك الله فيك. لا خلنا حاجيك. عقلا لا تجيبني بروايات. عقلا. ما أنا أتكلم ما أتكلم بروايات يا شيخ، أنا أتكلم من عندي يعني. أحسنت. جميل. هل أن الله سبحانه وتعالى
يترك عباده هيك يعني بدون إمام، بدون هادي، بدون يعني إمام، بدون نبي، بدون يعني مو صح ولا لا؟ اي بلا شك صحيح. يعني حينما ينقطع الوحي هل أن القيادة المسلمين تروح كما ذهبنا وذهبتم؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى مقدر أن يكون هناك إمام. اي جميل يا شيخ، هذا كلام طيب، لكن الآن أين الإمام؟ موجود الإمام موجود. لماذا لا يقوم بأعماله؟ طيب قائم بأعماله. كيف قائم بأعماله وهو غائب يا شيخ أبو محمد؟ هذا كلام لا يعقل. مولاي عن طريق وكلائه. ما هنا ما هو القاعدة كسرت يا شيخ، القاعدة كسرت أن لا يوجد. والله العظيم يا شيخ أبو محمد، الله يبارك فيك، خليني أتكلم معك، اسمح لي دقيقة، خليني أخدمك يا شيخ خليني أخدمك. الآن الكلام اسمح لي الله يبارك فيك يا شيخ أبو محمد. الآن الكلام أي واحد يقدر أن يقول أي كلام بدون حجة، يقدر يعني أنا أقدر أن أقول أي كلام بدون دليل، أقدر عادي أقول لك أنا إمام المهدي كما طلع اليماني هذا ويقول أنا ابنه وأنا عمه وأنا خاله الإمام وأنا أبعثني إليكم. جميل، هذا من لا يبقى عنده حجة يتكلم بما يريد. لكن نحن مناط المسألة على الحجة، يعني عندما تقول لي إمام معصوم ومفترض الطاعة ويغيب، إذا أنا يعني لست ملزم باتباع شخص غائب، لا أستفيد منه أساسا. يعني هسه أنت على أي مذهب مولاي؟ يعني على أي يسمونه يعني مالكي، شافعي، حنبلي؟ لا أحيانا مالكي وأحيانا شافعي وأحيانا حنبلي وأحيانا لماذا؟ إيه لأن مدارس فقهية هي. أدري، لازم نتبنى مدارس؟ لا مش لازم. لازم نتبنى مدرسة من المدارس؟ لا مش لازم يا شيخ، عندنا نحن عادي ناخذ برأي الشافعي والمالك، ما في مشكلة. أحسنتم، تأخذ برأي الشافعي. هل الشافعي موجود؟ ومن قال أنه لا بد أن يكون الشافعي موجود؟ أنت تقول أنه لا بد الإمام موجود مولاي. أنت تقول مش أنا، أنت تقول، أنا أقول كلامك أنت. لا أنت كيف تأخذ بالما موجود؟ هسه إحنا مولاي الشافعي والحنبلي على الله مقامهم ما موجودين. كتبة موجودة. كيف تأخذ برأيهم؟ كتبة موجودة. مولاي كتبة موجودة، خب من باب أولى نحن وكلاءهم موجودين. طيب ما هي القاعدة؟ الإشكالية أين يا شيخ محمد؟ الإشكالية أين؟ أنت فهمت أنت بتاخذ بالحنبلي مولاي. أنت فهمت المشكلة يا شيخ. أنت فهمت المشكلة يا شيخ. الإشكالية فهمتها أم لم تفهم؟ أنت تاخذ بكتبهم. أنت ما فهمت يا شيخ، أنت والله إلى الآن ما فهمت المشكلة. أنت الآن الإشكالية ما فهمتها الآن. الإشكالية أن لكل زمان لابد من إمام حي يعرف يبين الدين ويحفظ الأمة من الضلال ويبين الدين ويبين القرآن الكريم. جميل، هذه قاعدة. لا إحنا حبيب الغالي إذا ما نتفق على الأحاديث ونأسسها ونتفق على الأحاديث، مثلا من مات ولم يعرف إمام زمانه، تقول لي أنا هذا ما هذا لولا الإمام لسقط. إحنا ما متفقين عليهم على وجودهم. ما أنا أتكلم معك لكي أفهم المسألة. أنا أفهم منك مولاي. أنا أكون خادم لك. أنا أحاول أن معلوماتك قد أنه تفيدني يعني. جميل، أنا اتصلت بك يا شيخ لماذا يا شيخ؟ لأن هذه إشكالات كبيرة، يعني أنا أعرضها أحيانا على مشايخ كبار فلا أجد جواب. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. احنا متفقين على هذا الحديث؟ ما هو مناط المعرفة؟ لا هو احنا متفقين عليه أنه موجود هذا الحديث؟ لا، ما هو مناط المعرفة؟ لا من مات ولم يعرف إمام الزمان، احنا متفقين هذا ولا لا؟ لا أنا لا، يعني أهل السنة مش متفقين في هذه المسألة. لا موجود فيك. لا غير موجود يا شيخ، غير موجود. لا غير موجود هسه بالكتب الحديثة. أنا يا شيخ يعني أنا أجيبك من منطلق من باب البحث أنه لا يوجد رواية صحيحة من هذا الباب أساسا. لا مولاي روايات صحيحة. ما هو أنا لا يا شيخ، لا يا شيخ، اسمح لي يا شيخ، اكو ثوابت شيخ دين الإسلامي متأسس عليها. يعني مثلا قاعدة اللطف عندنا وعندكم. اللطف هذه ايش يعني؟ النبوة انتهت. النبوة انتهت. حبيبي هذا أن الله أكو
قاعدة لطف لولا له. اللطف أن أرسل الأنبياء ليبين لهم الرسالة، يرسل لهم بالرسالة. أحسنتم. ذولاك أرسل لهم الأنبياء. إحنا يعوفنا، هاي مو عدالة أصلا. ترك الكتاب والسنة. ولا ترك الكتاب والعترة وليس والسنة. والعترة ماذا تنقل؟ العترة ماذا نقلت؟ ترك الكتاب مولاي، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يعني الكتاب والسنة اثنين صامتات. جميل. العترة الآن ماذا نقلت يا شيخ؟ نقلت ماذا؟ شنو ماذا نقلت يعني؟ اللي نقلته من رسول الله إيش؟ امتداد لرسول الله. ماذا نقلت يعني؟ نقلت سنة النبي صحيح؟ نقلت سنة النبي. أحسنتم. خلاص إذا ما في خلاف يا شيخ، يعني إذا كان عترة ولا سنة إيش الفرق يعني؟ مولاي إحنا عندنا العترة كما أن النبي مشرع، العترة هم مشرعة عندنا. مشرعة يعني تحلل وتحرم. أحسنتم. إذا الدين لم يكمل. مولاي إحنا عندنا كتاب صامت. الدين لم يكمل. كتاب صامت. الدين لم يكمل. الدين لم يكمل إذا. حبيبي القرآن كتاب صامت. يحتاج إلى إمام ناطق يفسره. جميل. الآن الإمام أين؟ هو الإمام موجود، هو الإمام اللي يفسره مولاي. وين؟ مولاي هاي عقيدتنا أنه أين الإمام المعصوم يفسره؟ كلام طويل. أين الإمام المعصوم يفسره؟ أين؟ طيب موجود مولاي تفاسير عندنا. لا الإمام المعصوم اليوم موجود للإمام عندنا ما يعني من الوكلاء الكثيرين اللي يا شيخ أبو محمد الآن أنت تتناقض مع نفسك. لماذا؟ أجيبك كيف أين تناقض؟ الآن تقول لابد من لكل زمان من الإمام يفسر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم صامت ولا بد له مقيم يبينه. الآن القيم غير موجود، إذا كيف تقول لي أنا مجتهد؟ إذا ما أحسنتم. إذا قلنا أن القيم غير موجود راح ننقض فد شيء. أن أولا أن الله غير عادل. ما هو ذا واقع الحال يا شيخ أبو محمد. إذا قلنا بعدم وجود القيم في هذا الزمان نقول أن الله غير عادل. لا مش هذه النقطة إن غير إذا لا لحظة شيخنا، خليني أخدمك الله يبارك فيك. لا أنا أتنازل معك ولا أقول إنه غير موجود، بل إنه ترك القرآن ولم يبينه. إذا هذه نقطة ضعف. مولاي ترك القرآن ولم يبينه. هذه قصة القرآن قصة طويلة. كيف طويلة يا شيخ؟ هذا واقع الحال يا شيخ أبو محمد الله يبارك فيك. أنا يعني اتصلت بك لماذا؟ لأن حتى لما وجدت نقاشك طيب وجميل مخالفة لجميع المعممين الذي أتصل بهم، يعني نقاشك والله فيه فائدة طيبة، وأتمنى حقيقة أتمنى من هذه النقاط يا شيخ، أتمنى يا شيخ أبو محمد من هذه النقاط أنك تراجع العقيدة فقط لا أريد شيء منك. أحسنتم. حياكم الله وبارك الله فيكم يا شيخ الله، وتشرف بكم حقيقة. أحسنتم داومكم الله. وأنا أرجو المعذرة، أخاف كان صوتي لا ولا مشكلة، يعني تحصل هذه في النقاش، تحصل إن شاء الله. أحسنت. أنا أرجو المعذرة. لا ولا إشكالية يا شيخ أبو محمد، نتشرف بكم. وأرجو براءة الذمة مولى منكم. بارك الله فيكم يا شيخ، حفظكم الله. ما دام أن لنا رب واحد ونبي واحد، فنحن إن شاء الله واحد بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله يا شيخ أبو محمد، بارك الله فيكم.